النوع دوت من الحلويات ترند جدا الفترة ديت. من حوالي كده أسبوعين قناة أجنبية نزلته وانتشر جدا بقى على القنوات العربية والصفحات العربية. هو أشبه بالليزي كيك ولكن بطريقة تقديم مختلفة شوية. الوصفة فعلا سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة، بس خلونا كده نعمل حسابنا إن الحاجات الصغيرة ديت وخاصة اللي غرقانة بصوص الشوكولاتة لما بتكون قدامنا بنفضل كده ناكل واحدة ورا التانية ورا التالتة وما بنحسش بنفسنا، وبنلاقينا كده في الآخر مبوظين الدنيا. طب تعالوا بقى كده نحضرها بطريقة صحية جدا ونستبدل كل المكونات بمكونات صحية جدا والسعرات الحرارية اللي فيها قليلة. يعني مش هنستخدم سكر ولا هنستخدم زبدة ولا حتى هنستخدم بسكوت. وصفة النهاردة مناسبة جدا لأصحاب الدايت ومناسبة كمان للناس اللي بتحب الحلويات مش مسكرة. يلا بينا نحضرها على طول مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحيب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد بقدمه. في البداية كده معايا كوبايتين كبار من الشوفان الحبة الكاملة بنفس الشكل ده. طاسة هحطها على النار وهضيف عليها كوبايتين الشوفان. وصفة النهاردة مش هتدخل الفرن ولا هتستوي على النار ولا أي حاجة، احنا بس عاوزين ندي تحميصة صغيرة جدا للشوفان بحيث كده بس ان هو يكون متقرمش وحلو قوي. يعني هنقلب كده لمدة دقيقتين مش أكتر من كده. أول بس ما تشمي ريحة الشوفان ابتدت تطلع معاكي كده خلاص بقى جاهز. اللون كمان بتاعه كده بقى مظبوط قوي. هناخد بقى كده الشوفان وفي الكبة أو في المطحنة ونطحن الشوفان ناعم جدا لحد ما يبقى زي الدقيق أو زي البودرة معانا بنفس الشكل ده. هنقل بقى كده الشوفان المطحون في طبق تاني وأضيف عليه نص كوباية من جوز الهند المطحون ناعم وذرة صغيرة جدا من الملح تعادل بس الطعم بتاعه، وبعد كده هضيف 3 معالق كبار من الكاكاو الخام بدون سكر. نقدر كمان نحط معلقة صغيرة من القرفة بتليق جدا مع الحاجات اللي فيها شوفان بس أنا نسيت أحطها. هنقلب بقى كده المكونات الجافة كويس جدا مع بعضها. بعد كده هضيف 3 معالق كبار من عسل النحل، ممكن تبقى أزيد من ال3 معالق أو أقل زي ما انتي عاوزة. هضيف كمان 3 معالق كبار من زبدة الفول السوداني ظبطت القوام والطعم جدا. وهقلب بقى كده المكونات كلها مع بعضها كويس جدا. هستخدم كمان ايدي علشان اتاكد ان الشوفان اتغلف كويس جدا بالعسل وبزبده الفول السوداني. هتلاقي طبعا ان القوام ابتدى يبقى مفرول معاكي مفيش مشكله خالص. بعد كده معايا بقى نص كوبايه من الحليب، مش هحطها كلها، هضيف معلقه كبيره بمعلقه كبيره وهقلب كويس قوي. انا مش عاوزه اعجن كتير ولا حاجه لحد بس كده ما العجينه تبتدي تلم معايا. كده خلاص ابتدت تلم معايا بنفس الشكل دوت. همسك بس حتة صغيرة في ايدي واشكلها على شكل كورة. لو لقيتيها ناعمة في ايديكي وبتتشكل ومش مقطعة ولا مفرولة كده تمام جدا. لسه مقطعة ومفرولة ممكن تحطي معلقة كبيرة من الحليب. هاخد بقى العجينة بتاعتي كده واشكلها على شكل رول بنفس الشكل ده. بصي بقى القوام مظبوط ازاي واللون بيلمع وحلو ازاي. ممكن بقى تستخدمي ورق البلاستيك بتاع التلاجة أو الكليننج فيلم يعني اللي متوفر عندك، وتبتدي بقى تغلفيها كويس جدا وتضغطي عليها كده من أول لفة علشان تتشكل معاكي شكل اسطواني بنفس الشكل ده. اقفليها كمان كويس كده من الجنبين. بعد كده حطيها بقى في التلاجة لمدة 3 ساعات أو في الفريزر لمدة ساعة ونص. أنا عامة شلتها في الفريزر لمدة ساعة ونص كاملين. بعد كده هتطلع معاكي بقى من الورق بمنتهى السهولة ومش متقطعة منك خالص. أنا قطعتها على طول ما استنيتش لحد ما تهدى ولا حاجة. بُصي بقى القطع مضبوطة إزاي، لا مقطعة ولا مفرولة ولا بتتكسر منِك وأنتِ بتقطعيها ولا أي حاجة، مضبوطة جدًا. هي أصلًا كده من غير صوص الشوكولاتة حلوة أوي. بُصي كل القطع مضبوطة إزاي، هي كمان عملت كمية كبيرة. طبعًا في المرحلة ديّة تقدري تستخدمي أي نوع صوص شوكولاتة يكون صحّي، ولكن أنا كنت محضّرة معاكِ قبل كده صوص الشوكولاتة في كيكة الموز والمكسرات. الصوص دوّة بقى له أسبوع معايا في التلاجة وزي ما هو القوام بتاعه مضبوط جدًا ولونه بيلمع وحلو زي ما أنتِ شايفة، ولكن الصوص دوّة مش صحّي خالص. ناخد بقى كده كل قطعة ونحطها في صوص الشوكولاتة. وبعد كده زينتها بقى بسوداني وزينتها كمان بفستق. شكلها كان حلو جدًا بصراحة، ومن غير تزيين كمان شكلها حلو أوي. وبكده خلاص خلصت. زي ما أنتِ شايفة سهلة وبسيطة، طعمها حلو أوي وتقدري بقى دلوقتي تاكلي منها زي ما أنتِ عاوزة.
وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكي. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وأشوفكم إن شاء الله على خير.